عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده جايه لكم فيديو جديد من فيديوهاتي عمل التورت. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم وتستفيدوا منه. النهارده دي تورتايه رايحه لعيد ميلاد. طبعا ده تحت اشراف البت توته صغنطوطه دي زومبا حبيبتي. ديت يعني قلت ايه اقول لكم تفاصيلها وتكاتها. كل الكلام ده انا عملته في الفيديو ده، بس قبل ما ابدا الفيديو بالله عليكم ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. ويلا نبدا بينا ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده جيت قلت اعمل في الفيديو دوت تورتايه صغنطوطه. فبدات رحت عامله مقادير 4 بيضات على مقادير كيكه تورتايه صغنططه. وبعد ما كسرت البيض قلت لا انا هعملها كبير بحيث ان هي تكفي العدد كله. ما خدتش بالي خالص ان انا هزود في البيض. كملت على ذلك، بدات حطيت 4 بيضات والفانيليا بتاعتي، وبدات ان انا احط اضرب البيض كويس جدا لحد ما يبدا يعمل لي فوم كبير. وكل ده بعد ما ضربت البيض وحطيت كل المقادير ما عدا الدقيق، ان انا افتكرت ان انا هعمل كده يعني صينيه كبيره. كملت على ال4 بيضات. المفروض هما 7 بيضات يا جماعة. المقادير دي صينية 30 في 40، 7 بيضات. أنا حطيت 4 بس الصحيح ان انت المفروض تحطي 7 بيضات للصينية دي. الصينية دي 30 في 40، ارتفاع 1 سنتي. المقادير بتاعتها 4 بيضات، معلقة كبيرة فانيليا سايلة، علشان الفانيليا السايلة بتضيع ريحة الزفارة. وبعد كده بتضربي كويس جدا 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 لحد ما يعمل فوم وتبقي شامه ريحه الفانيليا كده ما شاء الله، مهفهفه زي ما بيقولوا. بدات احط السكر بتاعي. الافضل هتحطي سكر ابيض، اللي هو ناعم يعتبر شويه، مش مطحون بس ناعم. انا كنت حاطه سكر اسمر خشن شويه، فضربت اكتر علشان يقدر يدوب معايا. وكمان ان السكر الاسمر بيسكر قوي، يعني عايزه اقول لكم معلقه الشاي منه بمقام معلقتين او معلقتين ونص كمان. فمقادير السكر ديت 275 جرام. ده لو سكر ابيض، اما لو سكر اسمر زي ما انا حاطاه انا حطيت 240 جرام من السكر. تمام. انا كل ده بعمل مقاس ايه؟ مقاس صينيه 30 في 40، ارتفاع سنتي. دي تعتبر طبقه واحده، دي تعتبر طبقه ايه واحده. فبدات ان انا اضرب كده كويس جدا جدا جدا، ورحت حاطه النشا. بدات ان انا احط النشا. مش النشا ده قد ايه من الجرامات كله يا جماعه بالميزان. افضل طريقه تطلعي بيها تورته الميزان. طيب قد ايه كده نشا؟ 48 جرام من النشا. تمام. هتحطي معاهم 3/4 كوباية من المية. ماشي، 3/4 كوباية من المية، يعني لو انت بالكوباية المعيارية دي نص كوباية مية اهي، وربع كوباية من المية، يعني النص والربع. حلو، 3/4 كوباية مية او المج العادي بتاعنا ده. وتضربي كتير كتير، تضربي كتير قوي. هنحط ايه تاني؟ هنحط معلقة من محسن الجل. محسن الجل ده حاجة كده خطيرة، بتخلي الحاجة طرية وبتخليه اللهم صل على النبي بينفش ويبقى حلو. ومعلقة صغيرة، معلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر. انا بحط الجل. انا عارفة المعيار اللي انا بحط منه، يعني انت يعني تكبري معلقة كبيرة كده من الجل دوت وتحطي منه. الجل ده ايه نوعه؟ بونو، اسمه بونو. محسن الجل ده اسمه بونو. الكيس ب7 جنيه، ممكن تلاقيه ب8 جنيه في اماكن تانية. بتحطي معلقة كبيرة وتضربي كتير 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 كتير، بحيث ان كل الخليط ده يتضرب مع بعض. يبقى انا المفروض احط قد ايه؟ 7 بيضات، معلقه كبيره فانيليا، معلقه ونص صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره محسن جل، 3/4 ميه، 3/4 كوبايه ميه يعني. وتحطي 48 جرام من النشا، وهتحطي كمان 240 جرام من السكر. بس لو السكر بتاعك الابيض بتحطي 275 من جرام السكر. وبعد كده تضربي كتير كتير كتير، كل ده بيتخلط مع بعض. انا ان شاء الله هنزل لكم دوت في صندوق الوصف باذن الرحمن. حطيت قد ايه؟ 370 جرام من الدقيق.
تمام. بتبدأي بقى تقلبي وتضربي جامد 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 لحد ما الخليط يبقى عامل زي الكريم شانتيه. تمام. الكريم شانتيه يعني ايه، ما كريم شانتيه بيبقى عامل القوام بتاعه وابيض كده وفتح زي ما انت شايفه كده بالمنظر ده. تمام. وبتبدأي بقى تنزليه في الصينيه اللي هي 30 في 40، وتكوني حاطه فيه ورقة من الورقة الحواوشي، او لو هو عند العطار هتشتريه من عند العطار، بتقولوا له ورقة اللي بتحط للكيك في الصينية. جبت الصينية هي 30 في 40 تاني، بقى كده عليكم 30 في 40 ارتفاع سنتي. وابدا ان انا افضي كل الخليط بعد ما ضربته كتير 3 4 دقايق. انا بس بجري الفيديو، لكن هو بقعد حبة حلوين عما ينضرب. انا ان شاء الله اكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، و يعني ان شاء الله لما يجربها والله حاجه كده تحفه، الكيك بيطلع تحفه 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 ان شاء الله باذن الرحمن. بس بدات ان انا اساوي، المفروض ان انا بساوي ب سباتيولا معدن. هبدا اجيبها او اجيب خله اهي جبتها. واجيب خله كمان وافضي الفراغات اللي ما بين الكيك. الى حد كبير الواحد لما بيفضيها بالخله او اللي هي عصايص الشيش طاووق ايا كان، بيطلع الفراغات اللي فيها. تمام. حاولي تسويها بحيث ما يبقاش في حته عاليه وحته واطيه. وقبل لما بتعملي كل الخليط وكل الحاجات دي كلها، بتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 200. لو الفرن بتاعك هادي، فرنك هادي، شغلي على درجه حراره 200. لو الفرن بتاعك حامي خليها 180 درجه. بيقعد ما بين نص ساعه لساعه الا ربع على حسب تسويه الفرن فعلا. تمام. بدأت زي ما قلت لكم بالخله، وان انا سويتها كده بحيث ان طلعت كل الفراغات اللي فيها. جيت بعد كده بقى ده كده تاني يوم، يعني سبتها، عملت 3 طبقات منها. حلو. وسبتهم لتاني يوم، بدأت ان انا اشتغل فيهم. كده انا عملت في الطبق ده. انا حطيت كوبايتين من الميه، كوبايتين ونص من الميه، وحطيت معاهم على كل كوبايه كريم شانتيه حطيت ربع كوبايه سكر. ماشي. قدام كل كوبايه كريم شانتيه كوبايه وربع من الميه. بس انا حطيت لبن، مش حاطه ميه، لبن لا بستري ولا حطيت لبن بودر. بصراحه اللبن معايا بيبقى جميل جدا، بيطلع طعم تحفه. وبدات اضرب، يبقى انا ضربت السكر في اللبن الاول عشان السكر يدوب كويس، وبدات انزل كوبايتين الكريم شانتيه. عايزه اقول لكم كوبايتين كريم شانتيه ما كفتش التورتايه اللي هي 30 في 40 ديت، واضطريت ان انا اخدت كوبايه كمان. تمام. بدات ان انا اضرب كويس تحس ان دي عفوا. بدات ان انا اضرب كويس جدا، عمل لحد ما يطلع القوام بتاعي. ودي كانت اول طبقه ظبطتها، شلت كل الوش ده كده وقلت هستخدمه في كيك تاني. وكده دي كده تبقى اول طبقه حطيتها على جنب، وبدات اظبط الطبقه التانية. بتشيلي الورقه بتاعت الحواوشي دي، بتشيلك الطبقه اللي هي بتمنع وصول الجوسي او العصير بتاع الميه اللي احنا بنحطه، السيرم للكيك نفسه اللي بيخلي طريه. فانا ظبطت المنشار هنا على 9 8 اسفه، على 8، بحيث ان يشيل لي كمان الوش، لان الوش ده ما كانش اتشال معايا في الورقه. هنا الوش بتاع ده مش الوش ده، ظهر الصينيه. فشلت الورقه، شالت اللي قدرت عليه والباقي انا اللي شلته بقى. وبدات ان انا اظبطها بحيث ان هي تبقاش في اي فروله ولا اي حاجه في الكيك وانا بحطه. بقى بظبطه واحط عليه كريم شانتيه. كده انا عملت ال3 طبقات ظبطتهم زي الفل. هبدا ان انا اعمل، جبت البورد ده بتاعي. البورد ده لو انت ما حطش عليه اي بلاستيك كده هيبوش منك ويبوظ. عشان كده انا غلفته بالبلاستيك دوت، وحطيته على الستاند دوت. بس ما عرفتش ان انا اكمل من الستاند، فشلت الستاند وحطيته على الترابيزه على طول. تمام. بدات ان انا اظبطها بحيث ان هي تكون
متوسطنه في قلب البرد. تمام. والجوسي ده عباره عن ايه؟ ميه وسكر وفانيليا، بقدر الامكان ما تخليهوش مسكر قوي، علشان اصلا الكريم شانتيه يبقى مسكر، الشوكولاته بتبقى مسكره، يبقى مش مسكر قوي وزياده عن اللزوم، يبقى مظبوط في سكر. وبدات ان انا اجلس اول طبقه. آه لقيت ان الكريم شانتيه عندي تقيل قوي. قلت طب اكمل، يمكن مثلا لسه اللبن جمد ولا حاجه فمتقله. عملت اول طبقه، وبعدين لقيت ان انا مش عارفه يعني اشتغل في باقي الطبقات. فخففته بنص كوبايه لبن تاني، واشتغل معايا كويس جدا جدا. مع اول طبقه رحت حطيت على في وسط كده بعد ما حطيت الكريم شانتيه حطيت الصوص الفراوله ده خطير. انا ما كنتش اتوقع ان هو طعمه تحفه بالشكل ده، بس تقيل جدا جدا جدا، عامل زي المربى. ادي تاني طبقه. وبدات ان انا ايه برضو احط لها الجوسي بتاعنا. يا جماعه رشه الفانيليا بتفرق. هنا بدات ان انا اخفف الكريم شانتيه بتاعي عشان يكفي كمان، وكمان كان تقيل جدا ما كنتش عارفه اجلس بيه التورته. تمام. بدات ان انا كده احط طبقه الكريمه على شايفين الفراغات دي بسبب الهواء اللي كان داخل ما بين الكيك، الخليط بتاع الكيك ده. عشان كده احنا كنا بنقول ايه، نحط خلة ونلفها فيها كويس جدا بحيث ان ميبقاش في اي هواء. بدأت ان انا اجلسها واحط برضو اللي يحب يا جماعة يحشيها باي حشوات بقى، ممكن يحط مانجا، ممكن يحط مكسرات، ممكن يحط شوكولاتة، جناش من الشوكولاتة. احنا حطيت اجزاء من الصوص ده اللي بقول لكم تقيل جدا، ما كنتش عارفه ان هو تقيل بالشكل ده، بس خطير، طعمه جميل جدا، اللي هيجربه تحفه بصراحه. بس وجيت بقى الطبقه الاخيره التالتة اهي حطيتها. هبدا ان انا برضو احط لها الجوسي او السيرم، تمام بتاعنا، واجلسها برضو لحد ما تبقى مظبوطه الى حد كبير على المجلسه كويس جدا يعني. وكل ده طبعا بالايه بالسكرابر او الاسباتولا الستانلس. هنا جيت اقطع البتاع طبعا على الكيك على ايه، على ستاند اللي هو البلاستيك دوت، فبيخليها تتحرك، فمعرفتش ان انا اقطعها كويس. خليت زوجي يساعدني فيها بصراحه، الله يبارك له، كان بيصورني وكان ايه بيقطع معايا. بدات ان انا اظبطها الى حد ما، يعني الحمد لله طلعت مظبوطه. بس والله الكل اللي كل منها كانت جميلة جدا جدا جدا، وألف هنا وصحة على اللي كلها، وشكروني جدا عليها. آه يعني هي بصراحة مكلفة، الحاجات بتبقى مكلفة. آه بس في حاجات طبعا انت ممكن تعملي بأقل التكاليف، يعني في حاجات بتستخدمي فيها حشوات معينة. لا بستخدم بستري بدل اللبن. لا ده انا بستخدم كريم شانتيه معين ايه، وبيبقى شغال معايا وبحط له ايه بيثبت. ففي دي كلها ايه تكاليف، بيفرق في الطعم طبعا، وبيفرق في السعر. كل لما هتستخدمي كواليتي حاجات حلوة هتطلع معاكي حاجة تحفة. هنا انا ظبطت خلاص، وعملت بالسكرابر كده مشرشر عليها من الجناب. انا معلش والله انا زوجي واولادي كانوا حواليا، فما كنت بصور هو اللي كان بيصورني، فكان بيصور بالعافية. عملت كده، قسمت التورته نصين، نص هيبقى بالشوكولاته ديت ونص بالشوكولاته البيضه، ومدياها اللون، وعملته بالشكل ده، خليته عامل زي التلج اللي نازل على الواحد تلج ديت اللي انتوا بتشوفوها في التلفزيون. وبدات اعمل روزيتات بالشكل ده، قلت برضه هيبقى جزء ابيض جزء اسمر. و بس انا ما كملتش تصوير في التزيين، لان حصل في الكاميرا مشكلة، وزوجي يصور بالتليفون بتاعه، فما لحقناش نصور بقية التفاصيل. انا عملت بقية النص التاني بالشوكولاتة، الكريم شانتيه بالشوكولاتة. تمام. روزيتات 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 كده بالشوكولاتة، وقسمتها بالنص، وعملت حرف زي حرف الان كده على التورتايه دي، وخليتها مثلثات. هتشوفها دلوقتي اهي بقيتها بالايه، بالروزيتات الشوكولاته اهيت. حطيت على الكريم شانتيه شويه جناش من الشوكولاته،
وشوية ومعلقة صغنطوطة من الكاكاو، علشان انتوا عارفين الكاكاو بيتقل الكريم شانتيه، بيخليه حركته تقيلة شوية. بس بدأت ان انا اعمل الروزيتات ديت واعملها على شكل المستطيل، وبعدين قسمتها ايوه بالشكل ده. كل ده بالمسطره، هتعمليها بالمسطره هتظبط معاكي جدا جدا جدا. عملتيها يدوي كده هتلاقيها فيها ورب مش مظبوطه قوي. هي مش هتطلع معاكي بالدقه اللي هي قوي يعني. جيت هنا بقى ايه اهو، قلت اعمل على نفس الخط بتاع المسطره الروزيتات بالشكل دي. واهم حاجه يا جماعه انك ايديكي تكون مظبوطه جامده على الكريم شانتيه، بحيث ان هي ما تطلعلكيش ورده مش قد كده. بس بدات ان انا احط بقى ال حطيت مربة الحليب، معلش انا اسفه. بدات ان انا احط مربة الحليب في المثلث، من هنا نص ومن هنا ونص من الناحيه التانية المقابل ليها. مربة الحليب دي طعمها حلو قوي، هي الكراميلي المفروض بس تبقى عامله زي المربى. وعملتها بالشكل ده، وبدأت ان انا احط كمان مربة الصوص الفراولة دوت، وبقيت النص المثلث صوص فراولة. طبعا انا معلش في عدم تكملة التصوير بقى حطيت نيوتيلا اللي هي السمرة دي، نيوتيلا الروزيتات السمرة دي نيوتيلا، والاسمر ده خالص اللي في النص، المثلثين اللي في النص دول كان توت بري. تمام. وحطيت بقى العرايس دي بالشوكولاته. الشوكولاته دي طبعا اللي متمرس وعارف ان دي جاب من عند الادوات اللي هي بتاعت التورت تزيين الحاجات ديت. ورق فرخ كده وبتحطي فيه الشوكولاتات اهي زي ما توته ماسكاها كده، وبتحطي فيه الشوكولاتات ده وبيطلع بس شوكولاتات خام، ما تضيفيلهاش اي حاجه. تمام. وعملت روزيتات الصغنطوطة اللي هي الورد الصغنن ده، وحطيته برضو في الأطراف، وعملت حزمت التورتة زي ما بيقولوا من الحواحي بشوية بالكريم شانتيه وشوية بال مربة الحليب. وكل سنة وانتم طيبين.